بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء المبارك لنتحدث عن إحدى شبهات الذين يطعنون في الإسلام ويقصدون الإساءة إلى خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ونرد على كلامهم حيث أنهم يقولون إن الإسلام لا يعدل بين الزوجات حين يكون الرجل متزوجا بأكثر من واحدة. يتهمون في هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقولون أنه كان يحب عائشة وكانت رضي الله تعالى عنها مفضلة لديه على بقية نسائه، وأن نساءه أمهات المؤمنين كن يتضايقن من هذا التفضيل عليهن. نقول ردا على هؤلاء: أنتم تقولون هذا الكلام ثم تستدلون بأن الوحي كان ينزل في لحاف عائشة رضي الله تعالى عنها، ونحن نرد ونقول: ما دخل أم المؤمنين عائشة وما دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي في هذا المكان في لحافها وفي فراشها وهي نائمة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله يختار هذا المكان، وله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء، لا راد لحكمه ولا لقضائه ولا لقدره، فلا ذنب لها إن نزل الوحي والقرآن في لحافها رضي الله تعالى عنها. ثم إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعدل في المأكل والمشرب والمبيت وكل الأمور التي يملكها، أما الميل القلبي فهو لا يملكه صلى الله عليه وسلم، ونجده يخبرنا بهذا في سنته المباركة، يقول لنا مناجيا ربه سبحانه وتعالى ويسمعنا سنته: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، لا تؤاخذني بميل قلبي يا الله. إذن فرسولنا صلى الله عليه وسلم من يعدل إذا لم يعدل عليه الصلاة والسلام؟ هو الذي تعلمنا العدل من سنته المباركة. تعالوا إلى بيت النبوة، إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي تشاهدوا هذا المشهد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه كلما نوى سفرا، يقرع بين نسائه. صاحبة القرعة التي تخرج قرعتها يصحبها أو تصحبه في سفره، هكذا كان يعدل صلى الله عليه وسلم. بل إنه صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالعدل، وخاصة من تزوج بأكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته، ويخوفه ويرهبه إن هو فعل غير ذلك، فكيف بالله عليكم يأمر الأمة ويخالفها صلى الله عليه وسلم؟ نقرأ في سنته المباركة: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أرأيتم كيف يتكلم المصطفى صلى الله عليه وسلم عن العدل بين الزوجات، وكيف يطبقه عمليا صلى الله عليه وسلم؟ كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يبيت كل ليلة عند إحدى زوجاته،
ثم يجمعهن عند صاحبة الليلة ويسامرهن، يتحدث إليهن ملاطفا إياهن ويحدثهن في الأمور التي تهمهن، فإذا ما انتهت المسامرة ذهبت كل واحدة إلى حجرتها، وبات صلى الله عليه وسلم عند صاحبة الليلة. هذه هي عدالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عدله، وهذه هي سنته المباركة. يا من تتطاولون على الإسلام، ويا من تتطاولون على خير الأنام، اللهم إنا نسألك هداية من عندك يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا إلى ما فيه الخير في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستجيب لدعائنا. اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.